اما بيكون في واحد كل الناس عارفه ان هو حرامي فخلاص عرفوا ان هو حرامي وعلموا عليه، لكن يطلع حرامي وغبي دي اعجب حاجه بقى سمعتها عن ان درايفر. كابتن لسه باعت لي بيقول لي ان هو كان لسه متجوز جديد، وطبعا ليه اقساط ومصاريف والكلام ده، فقال لك ايه عشان اقدر اجيب فلوس كويسه فاشتغل مثلا رحلات طويله سفر على ان درايفر اللي هو بين المدن ده، واروح برحله وارجع برحله وربنا يكرمني وان شاء الله اسد الاقساط اللي عليا والدنيا تمام. بيقول لي الراجل اشتغل كام يوم، ففي مره جاله رحله على الغردقه فقال اطلع الغردقه مبلغ كويس، واتفق مع العميل والدنيا زي الفل. طلع لغايه الغردقه فهو رايح في السكه جاله مشوار راجع القاهره، فراح ظبط والعميل تمام والدنيا تمام. راح هناك راح المكان يتصل مش عارف ايه، راح الرحله اتلغت. راح قال لك مش مشكله ابعت للشركه ترد لي اللي هو المبلغ اللي خدوه اللي هو نسبه الرحله. الشركه طنشوه. الراجل راح بيقول لي دخل على رحله تانية اتفق عليها تمام التمام مش عارف ايه، وكانت متهيالي من نفس المكان. فالمهم طلعت بردك في شنك وخسر الفلوس، مش عارف 300 وشويه هنا ولا 200 وشويه هنا، يعني حرقوا معاه 500 600 جنيه غير اللي هو النسبه بتاعت الرحله اللي هو جاي بيها، يعتبر جاي ببلاش، يعتبر وصل الغردقه كده يعتبر ببلاش. المهم فضل قاعد لغايه تاني يوم الصبح او تاني يوم العصر لغايه ما خد رحله ورجع بيها والدنيا تمام. فضل بقى يراسل الشركه يا جماعه الاسترداد انا في رحلتين والاسترداد ومش الاسترداد والحكايه والروايه. الرد الجميل بقى بتاع الشركه بتاع الدعم الجميل بيقولوا له ايه بقى؟ بيقولوا له نعتذر جدا عن التاخير ومش عارف ايه. المهم الرحلتين اللي انت عملتهم دول انت وصلت العملاء شويه بلاليص. ازاي الراجل هو في الغردقه وانتوا اللوكيشن بتاعكم عارفين ان هو في الغردقه، ازاي بقى رجع القاهره ودى العميل الاولاني اللي هو لغى تمام، وبعد كده جري تاني على الغردقه المشوار 5-6 ساعات ولا يوم ما تقرص 5 ساعات رجع القاهره وراح راجع تاني بسرعه على الغردقه. راح ايه خد العميل وبعد كده راح راجع تاني للقاهره العميل التاني وراح رجع تاني على ايه يا جدعان؟ ايه انتوا مجانين ولا انتوا هطل ولا انتوا حراميه بس حراميه اغبياء ولا ايه بالظبط؟ فخلي بالك من شركه انزفت دي في موضوع الشحن، في موضوع النسبه، في موضوع الفلوس. الناس دي حراميه وش، بيقول لك احنا حراميه وش. يعني انا اسمع عن الحرامي لكن حرامي وغبي ده الجديد. يعني حاولوا تحللوها، او الدعم بتاعكم الغبي اللي باعت الرساله المتخلفه دي ازاي يعني حللوا الموقف. مفيش حد عندكم بيفهم خالص، خلاص يعني قفلت فحاجه مرار. فخلي بالك من شركه انزفت دي عشان دي كلها نصب وكلها حوارات وناس تشحن والشحن يطير ويقول لك اصل مش عارف ما وصلش. وواحد لسه باعت لي قريب بيقول لي ان هو الفيزا بتاعته اتسحب منها فلوس. طب البنك لا ده اتسحب من ان درايفر مش عارف المعادي عشان هو متسجل عندهم في البنك كده، يعمل شكوى يعمل مش عارف ايه، محدش بيعبره محدش بيدور عليه، شركه ملهاش مقر ملهاش مكان ملهاش اي زفت في الدنيا، بلح باللبن. احنا وصلنا لمرحله في الشلاحات شركات لا ليها مقر لا ليها تراخيص لا ليها اي حاجه، تيجي تدور على حقك يقول لك اتكل على الله انت مالكش حاجه اخبط دماغك في الحيط. فانا بس حبيت احذرك والكابتن ده وصاني ان انا